أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. شفاء 9 من مرضى كورونا في الإقليم الأوسط. بدء العام الدراسي 2022 و2023 لمنتسبي الخدمة الوطنية 35. مشتل ماي دماء يسهم في إنجاح الحملة الخضراء. مقتل 13 شخصا على الأقل في هجوم على فندق في العاصمة الصومالية. 19 قتيلا جراء القصف في شمال سوريا. وأمر قضائي بتوقيف 64 مسؤولا في الشرطة والجيش بالمكسيك. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شفي 9 مريض كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,149. شفي منهم 10,038 وتوفي 103، فيما يتلقى 8 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من أغسطس لعام 2022. يبدأ منتسبو الدفعة 35 للخدمة الوطنية الذين توجهوا إلى ساوا خلال الشهر الماضي لأداء الخدمة الوطنية وإكمال الصف 12 يبدأون العام الدراسي 2022 و2023 يوم غد الاثنين بعد تلقي تدريب عسكري بدائي لفترة 3 أسابيع. وقدم مدير مدرسة وارسايك الثانوية بساوا الأستاذ الأسون جبرهيوت في مراسم الافتتاح الرسمي للعام الدراسي 2022 و2023 الذي جرى في 20 من أغسطس توضيحات عامة حول اللوائح المدرسية والتعريف بالمدرسة. وناشد الأستاذ الأسوم الطلاب للتركيز على دراساتهم والاستعداد الجيد للالتحاق بالتعليم العالي، مدركين الهدف الذي أتوا من أجله إلى ساوا. وذكر بأن الحرية التامة التي يقدمها المشرفون للطلاب تسهم بفعالية في رفع نتائج الطلاب، داعيا الطلاب لتنفيذ المعلومات المقدمة لهم عن طريق المشرفين والمعلمين، مشيرا إلى أن المنافسات الرياضية ومسابقة المعلومات العامة والأنشطة الثقافية والسيمينارات والبرامج الترفيهية جزء لا يتجزأ من الأنشطة الأكاديمية. وذكر الطلاب أن السيمينارات المنتظمة تلعب دورا كبيرا في ترشيدهم نحو المسار الصحيح، متعهدين للعمل الجاد من أجل تحقيق نتائج جيدة. وأشار نائب قائد مركز التدريب الوطني للخدمة الوطنية المقدم سامي التمسجن إلى بذل مساع حسيسة لتأمين خدمات اجتماعية متكاملة تلبي طلبات الطلاب، مناشدا أعضاء الخدمة الوطنية للدفعة 35 اتباع الدفعات التي سبقتهم والعمل الجاد لبلوغ الهدف المنشود. ذكر مكتب وزارة الزراعة في مديرية ماي دماء أن مشتل المديرية يسهم كثيرا لإنجاح برامج التشجير التي يقوم بها طلاب الحملة التنموية الصيفية والسكان. وأوضح مسؤول المكتب السيد محرة أرأيا أن المشتل أعد هذه السنة أكثر من 150 ألف شتلة أشجار، وقام الطلاب بشتل 22 ألف شجرة، وتقوم القرى والمؤسسات بشتل 106 ألف شجرة. وأشار إلى قيام سكان المديرية بأنشطة نفير من شهر يناير وحتى شهر يونيو لبناء المدرجات والحواجز المائية في الأراضي الزراعية والمراعي. ويساهم مشتل ماي دماء بدور كبير لتنمية الأشجار المستوطنة بإعداد 250 إلى 300 ألف شتلة من الأشجار سنويا. انتظمت عيادة فلكت بمديرية أفعبت في 16 من أغسطس الجاري لقاء لبحث الأوضاع الراهنة للملاريا، شارك فيه المهنيون الصحيون ومدير المديرية ومدراء الضواحي، وكذلك المهنيون الصحيون المتجولون وجهات أخرى. وقدم توضيحا مسهبا حول ارتفاع نسبة الإصابة بالملاريا من عام لآخر، وكذلك زيادة رقعة المناطق التي تظهر فيها الملاريا. وأشار التوضيح إلى إصابة 9 أشخاص في منطقتي قمجوا وقلام
هامة المنطقتين الموبوءتين بالملاريا، بينما وصل أعداد المصابين في منطقة فلكة السليمة من الملاريا 70 مواطنا. وأوضح مسؤول عيادة فلكة الممرض زكاي يوسف أن أغلب المصابين بالملاريا هم الناشطون في التعدين التقليدي والرحل، ولا توجد إصابات في المناطق المستقرة نتيجة للتوعيات المكثفة وتوزيع الناموسيات وتنظيم برامج النظافة. وقال مسؤول الخدمات الصحية في مديرية أفعبت الممرض أسرات أمينة أنه لم تشهد المديرية منذ عام 2019 أي وفيات بالملاريا، داعيا لتعزيز دور المهنيين الصحيين المتجولين للحد من الإصابة بالملاريا. وقدمت الشابة ديبورا تخلويني توضيحا مفصلا حول أعراض الملاريا وأنواع الباعوض وسبل انتقال المرض، وكذلك الأضرار الناجمة عن عدم التناول المنتظم للأدوية. ودعا مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب للعمل الجماعي المنسق واستمرار أنشطة النظافة الأهلية الجارية يوما واحدا من كل أسبوع، باعتبار أن القضاء على الملاريا مسؤولية كافة المواطنين. وأكد المشاركون استمرارية أنشطة النظافة البيئية، وطالبوا برش المبيدات ضد البعوض باستمرار، وتحفيز المهنيين الصحيين المتجولين، واتخاذ قرار قانوني ضد العاملين في التعدين التقليدي الذين يتركون حفرا تسهم بدورها في تكاثر وتوالد البعوض وغيرها من الآراء والتوصيات. استشهد المقدم نزار آب دبرو سلمون عضو مكتب الهيئة العامة لقوات الدفاع يوم أمس 20 من أغسطس عن عمر بلغ 65 عاما إثر مرض فجائي. والتحق المقدم نزار آب دبرو بصفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1975، وعمل قبل الاستقلال في جبهات القتال الأمامية حتى وصل إلى مستوى قائد كتيبة، وبعد الاستقلال عمل في مختلف الوحدات العسكرية كقائد لواء، فيما تم توظيفه خلال السنوات الأخيرة في مكتب الهيئة العامة لقوات الدفاع، وخدم شعبه ووطنه بإخلاص. الشهيد المقدم نزار آب دبرو متزوج وأب ل3 أبناء، ووري جثمانه الثرى ظهر اليوم 21 من أغسطس في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. ويعرب مكتب الهيئة العامة لقوات الدفاع الإريترية عن بالغ حزنه لاستشهاد المقدم نزار آب دبرو، ويقدم أحر تعازيه لأسرته ورفاقه وزملائه في العمل. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنته عناصر حركة الشباب الإسلامية على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 13 شخصا وفق ما أفاد قائد أمني. وقال محمد عبد القادر لفرانس بريس أن نتلقى معلومات بشأن تأكيد مقتل 5 ضحايا آخرين، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا بأيدي الإرهابيين إلى 13. وأوضح مدير مستشفى الصدمات الرئيسي في مقديشو أن المنشأة تعالج 40 شخصا على الأقل أصيبوا في اعتداء الفندق وفي ضربة منفصلة بغزيفة هاون في منطقة أخرى في العاصمة. واقتحم جهاديون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فندق الحياة، وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل. وأكد عبد القادر أن قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى. قتل 19 شخصا جراء تصعيد عسكري في شمال سوريا، هم 15 مدنيا سقطوا في قصف مدفعي لقوات النظام، و4 فتيات قتلوا في ضربة تركية وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة. وتشهد المنطقة الحدودية مع تركيا منذ أيام توترا على خلفية اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وعلى رأسها المقاتلون الأكراد والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وتوسع التصعيد ليطال قوات النظام المنتشرة في نقاط حدودية. وكان المرصد أفاد أن حصيلة سابقة
عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 30 شخصا. وهرع مواطنون وعناصر من الدفاع المدني إلى المكان المستهدف لإخلاء الجرحى وفق مراسل وكالة فرانس بريس الذي نقل مشاهدته لأشلاء وآليات خضار مدمرة وأطفال مصابين بالجروح. واشتد القصف بين أطراف النزاع خصوصا بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية بداية الأسبوع قبل أن يعود ويهدأ بعض الشيء. أعلنت النيابة العامة للمكسيك أن القضاء أصدر أمرا بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة لتورطهم المفترض في اختفاء 43 طالبا في مدرسة أيونتيزانيا في عام 2014، وذلك بعد ساعات عن اعتقال النائب العام السابق للبلاد خاسيوس موريو كرم في إطار القضية نفسها. وقالت النيابة العامة إن القرار يشمل 20 مسؤولا في الجيش و44 ضابطا من الشرطة. وتتعلق القضية بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين بولاية جيهيرو جنوب البلاد توجهت ليلة 26 إلى 27 من سبتمبر إلى مدينة أيغوال القريبة من أجل طلب حافلات للذهاب إلى مكسيكو من أجل المشاركة في تظاهرات. وكشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 شابا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات، ثم أطلقت النار عليهم لأسباب ما زالت غير واضحة، ولم يتم التعرف على رفات أكثر من 3 منهم. وبناء على هذه التقارير اعتقل كرم في منزله في مكسيكو بتهم إخفاء قسري وتعذيب وجنح ضد إدارة القضاء من دون أن يبدي أي مقاومة حسب النيابة العامة. أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة تشانغهاي بشمال غربي الصين ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة إلى 23 شخصا، مشيرة إلى فقدان 8 آخرين. وأوضح مقر الاستجابة الطارئ للسيول أنه تضرر أكثر من 6000 مقيم في 6 قرى بمحافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هاوي وتو جراء السيول الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص في ملاجئ مؤقتة بمدرستين محليتين. واجتاحت الأمطار الغزيرة محافظة داتونغ متسببة في حدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار قبل أن تضرب القرى المحيطة. وقد تم إنقاذ 23 شخصا سبق الإبلاغ عن فقدانهم، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. شفاء 9 مواطنين من فيروس كورونا في الإقليم الأوسط. بدء العام الدراسي 2022 و2023 لمنتسبي الخدمة الوطنية 35. مشتل مايدما يسهم في إنجاح الحملة الخضراء. مقتل 13 شخصا على الأقل في هجوم على فندق في العاصمة الصومالية. مقتل 19 قتيلا جراء القصف في شمال سوريا. وأمر قضائي بتوفيق 64 مسؤولا في الشرطة والجيش بالمكسيك. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.